عمليه زراعه الشعر بالاختطاف هي فكرتها ان انا عندي منطقه صلع، وعندي اللي ورا دي منطقه اسمها المنطقه المانحه. ان انا باخد شعرايه واسيب شعرتين، اخد شعرايه واسيب ثلاثه، ان انا بحاول اعمل ريديستريبيوشن للشعر اللي عندي. ان انا عندي شعر كثيف في المنطقه المانحه، وعندي المنطقه دي فيها صلع او فيها فراغ، فانا باخد الشعر من المنطقه المانحه علشان ازرعه في منطقه الصلع. الضمان بتاع العمليه، عوامل اللي هتعمل في العمليه، ان اللي بيعمل لك العمليه يكون جراح متخصص، ان العمليه تكون بتتعمل في مكان متخصص، بتكون بتتعمل في مستشفى، بتكون بتتعمل تحت اشراف وتحت تعقيم كامل، بتكون العمليه بتتعمل بالخبره بالاكسبيرينس. ما بنجيبش هي العمليه كفكره عمليه بسيطه، احنا بناخد الشعر من المنطقه المانحه بنحطه في المنطقه اللي هتتزرع، بس الشعرايه دي اتاخدت ازاي؟ اتحطت ازاي؟ الاتجاه بتاعها عامل ازاي؟ كل دي عوامل مؤثره وبتحدد نجاح العمليه. وجع بعد العمليه، احنا لازم نكون عارفين ان احنا اثناء العمليه احنا بناخد مخدر موضعي في المنطقه المانحه اثناء الاختطاف، وفي المنطقه اللي هتتزرع اثناء عمليه الزراعه في المرحله الثانيه في العمليه. اغلب الكلاينتس اللي هم كتبت لهم بعد العمليه اي نوع من انواع المسكنات محدش اخد منه حاجه، لان في العادي في الطبيعي ما بيبقاش فيه وقت. فبنقول مجازا ان نتيجه العمليه في خلال من 6 ل 8 شهور.